ده حقيقي، وحصل مع نجوم كبار جدا. وياما النجوم كانوا ملء السمع والبصر في واختفوا حقيقي. بعضهم عرف ينجح ويرجع مرة تانية، وبعضهم ما عرفش، ما توائمش مع ظروف تانية، ما توائمش مع نفسه. احنا عندنا السنين اللي فاتت حصل عندنا مجموعة كبيرة من القنوات الخاصة، مذيعين جداد بيطلعوا برامج مهمة بتتعمل. حضرتك أكيد كنت بتتابع البرامج دي خلال السنين اللي فاتت وبتقيمها وبتشوفها، أكيد طبعا بتشوفها بعين مختلفة. شايف هو ليه حصلت لخبطة أيام الثورة؟ ليه ما كانش فيه مهنية؟ ليه الناس ما عرفتش تبقى على نفس قيمة الحدث اللي حصل؟ أولا لأنه الحدث كان مفاجئ. العنصر المفاجئ ده في اللحظة أربك الناس كلها. على أو بشكل يعني ما فيش قناة عرفت تنجح في لا ما أربك الناس كلها ومش عارفة تعمل حساباتها ازاي. وبعدين مع الإرباك طبعا كشف الناس كلها، أو خلوا الناس كلها تواجه نفسها. هل احنا حقيقي مع النظام ده ندافع عنه؟ هل حقيقي احنا مع الثورة دي؟ وهل نبص لها بإيمان؟ عنصر الإيمان ده والرفض والإيمان يبقى هو العنصر، ولا عنصر المصلحة وتضارب ده مع ده؟ فده طبعا اعتقد ان ده اللي عمل الربكة دي. في ناس بدأت تدور على مصالحها مش على معتقداتها بس. وطبعا كانت لحظة كاشفة بالنسبة لينا كلنا. كل واحد ظهر قدامنا على حقيقته، يعني سقطت الأقنعة. ليه علاقة بأن معظم القنوات دي أصحابها رجال أعمال كانت بتربطهم علاقات ومصالح أو حكومة. نفس الربكة دي حصلت في التلفزيون الحكومي، الاثنين سوا. أقصد التلفزيون الحكومي في النهاية ده تلفزيون للدولة، يعني في النهاية أظن يعني إن موقفه لو كنت بتتكلمي عن سياسة القنوات معك حق. أنا لو كنا بنتكلم عن سياسة، كان في تلفزيون الحكومة دي في أفراد بني آدمين بيعبروا عن هذه السياسة. فده بالإضافة إلى يعني موقف القناة كقناة. طبعا قناة الحكومة معروف هيبقى موقفها ازاي بالظبط. انما في التلفزيون الحكومة دي اشخاص بشر لهم يعني قليلين منهم استقالوا يعني وشافوا ان اللي بيحصل. فشفنا بقى الربكة اللي حصلت دي، اللي دلس واللي غطى واللي مسك العصاية من النص واللي اتكشف واللي أرجوزات اللي خلعوا البدلة ولبسوا البدلة الثانية. والمهم في هذا كله إنه البعض كان بيظن سواء هنا ولا هنا إنه من الممكن على الرأي العام، أو ممكن نمشيها يعني، ممكن المسألة تتلفلف يعني. الرأي العام كان أذكى من أعظم خبراء التلفزيون يعني، وكشف الكل كشف يعني. أنا يعني كان عندي علامة استفهام كبيرة على القنوات الخاصة، لأني يعني كنت بشوف إن هم بيشتغلوا بقالهم حوالي كام سنة، يعني المفروض إنه بقى عندهم قدر من المهنية. بيشوفوا يعني إحنا شفنا إن العربية والجزيرة والبي بي سي قنوات عربية بعيدا عن البي بي سي، يعني قنوات عربية بتتبع أنظمة عربية ومع ذلك كانت بتغطي بشكل مهني. ليه قنواتنا المصرية الخاصة اللي هي بعيدة عن التلفزيون الحكومي واللي موقفه ممكن يبقى واضح بالنسبة لنا لأنه التلفزيون اللي بيتبع الحكومة اللي كانت هي النظام في وقتها يعني، فوارد إنه هو طبعا يحاول يدافع عن النظام، لكن القنوات الخاصة ليه توقع في المطب ده؟ إن القنوات الخاصة كانت بيملكها أصحاب رؤوس أموال كلهم بشكل أو آخر مصالحهم مع النظام، حتى المعارضين فيه. يعني بتنتهي الأمر إلى أن أنا ممكن معارض أو شكلي معارض، أنا ممكن مستقل أو شكلي مستقل، إنما في النهاية وفي الأساس أنا ليا مصالح كبرى هي مصالحي الأولى مع
مع النظام. لو كنت بستثمر انا في التلفزيون ده 20 50 مليون، فانا بستثمر 20 500 في حاجات تانية طبعا. يعني اللي هي تقصد ان القنوات دي بعضها بيبقى واجهه يعني لبعض الاعمال التانية يعني. هل حضرتك مع الرأي اللي بيقول ان بعض هذه القنوات بيتم استخدامها حتى الآن في احباط الناس، في احساسهم بان الثورة ما نجحتش، في ما فيش شك ان احنا بنواجه يعني نظريا انا اقول عمليا يعني بحاجات محسوسه بمعلومات. ما عنديش معلومات محدده، ولو كان عندي معلومات محدده كنت اروح للنائب العام فورا. انما نظريا الثوره بتواجه قوه كبيره وقوه ضخمه وقوه من فلول. صحيح النظام اللي فات ده حقيقي بنسميها فلول لانه الحقيقه مش عارفين دي فين، مش عارفين مش عارف تتمسك. فدي طبعا بتتسلل الينا من منافذ مختلفه، زي ما بتطلع في الشارع تعمل لك الفوضى اللي موجوده في الشارع والبلطجه والى اخره. ومعركة الجمل دي أكيد كان لها مقابل معركة جمل إعلامية يعني بتتدبر في الخفاء برضو زي ما دبروا الحكاية دي. وبتظهر إزاي؟ ما بتظهرش بقى في ناس ماسكة سيوف ومش عارف ايه رايحة بتاع، لا بتظهر بسيوف القاطعة بالكلام يعني. فالمهم انه يعني طبعا بتستخدم، اكيد بيستخدموا وسائل الاعلام، او اذا ما كانش بيستخدمها عن طريق الراس الكبرى في القناه اكيد بيحاول التسلل، ومن الممكن التسلل. وفي ناس في وجوه بتظهر لنا على القنوات دي لغايه دلوقتي من المؤكد انها يعني لا تتفق مع الخط اللي فيه البلد حاليا يعني. فاكيد هتفضل تدس بشكل او اخر يعني. الارباك ده يعني ارباك الناس ده ممكن يكون سياسه مخططه يعني. يحصل لها نوبات الاحباط، ما تبقيش عارفه فين الحقيقه. الحاجات المثيره اللي انت بتشوفها زي ما بنشوف في الجرايد النهارده، مش عارف مبارك راح زار السعوديه 3 ايام، خرج ومش راجع، مش موجود في المستشفى. انا بقول مبارك بس بالذات يعني كمثل يعني. او مبارك مش قادر يمشي بيستنده ما يروح الحمام. كل دي يا اما مدبره، يا اما مقصود بها الاثاره، لانه الحقيقه بقى الوسائل الاعلام بتزيد والجرايد هتزيد والقنوات هتزيد والاعلام مش موجود او مش موجود زي ما كان زمان. فايه الطريقه ناخد اي قدر اكبر قدر ممكن من الاعلانات الموجوده الاثاره. فانا نقول بقى الكلام ده يعني يمكن لحسابهم الشخصي اللي يتصوروا ان احنا هيجي لنا قرشين زياده، او لحساب سياسي مهم افتح تاثيرا يعني انه حد بيحركهم من الورا. وفي ناس مش محتاجين لتحريك يعني. في ناس مع اصحاب قنوات معروفين معلن ولائهم دون ان نذكر الاسماء، فبتنقط في الشاشات يعني. ده حقيقي. ولائهم للنظام اللي فات. ده حقيقي. حضرتك حاليا بتفكر انك تعمل جورنال؟ لا. الحريه. وهيبقى استاذ عبد الله السناوي هو رئيس تحرير الجريده. ليه فكرت في المشروع ده وليه دلوقتي؟ لا احنا الحقيقه مفكرين فيه من قبل الثوره يعني. كنا بنفكر في يعني اقول لك امتى، من اظن من يمكن نوفمبر اللي فات او حاجه زي كده. نوفمبر اللي فات بدانا التفكير، حتى كنا بنفكر في قناه فضائيه وجورنال، ده يكون داخل مصر ولا خارج مصر. طبعا كان وقتها الحدود اللي انت عارفاها. طبعا. وما كانش هياخد موافقه اكيد. ما كانش هياخد موافقه. ما كانش هياخد موافقه طبعا بالتاكيد. بس طبعا كنا يعني في مرحله كنا عايزين برضه، رغم ان احنا عارفين، كنا عايزين نعرف الناس انه ما خدناش موافقه، نعلن ان احنا هنعمل قناه ونرتب ورقنا ونتقدم لهيئه الاستثمار ونظبط الورق المظبوط كله ويترفض. فلما يترفض نطلع بره عشان ما يقولولناش المقوله بتاعتهم الشهيره بيشتموا مصر من الخارج. طبعا مقبولة، ما فيش حاجة اسمها يعني. أنا شخصيا كان دايما يتقال لي كده يشتموا مصر من الخارج لما كانوا يهاجمونا. أنا كنت بشتم، ولما كنت بشتم حتى لو كنت بشتم ما بشتمش مصر، بشتم النظام.
وحتى لو كنت بشتم النظام بشتم مصر، فما كانش من الخارج، لانه ما كانش في خارج وداخل في الساتلايت دي، ما فيش بالظبط، ده حقيقي. فالحاصل يعني كنا هنعملها بره وقتها. احنا كلنا في الثوره استعنا بقنوات مش مصريه، ما حدش كان بيشغل القنوات المصريه. وبعدين تراجعنا شويه عن فكره القناه، خصوصا مع التكلفه الكبيره ومع تقديرنا زي تقدير الناس وقتها انه النظام هيقعد له يعني هيقع. احنا كنا عارفين النظام هيقع بس مش هيقع دلوقتي، يعني مش يمكن ما نشوفش هذا اليوم. كان ده ايماننا على الاقل الشخصي يعني. فكان الواحد مراهن على 2-3 كده ولا 3-4 مش هيجي لنا فيها ايراد كافي، فده هيبقى مفيش قناه يعني. القناه الفضائيه هيبقى مشروع خاسر يعني 1000 في الألف يعني. فاكتفينا من قبل الثوره بقى ان احنا قلنا نعمل مشروع جورنال، ويا ريت بقى من اشكال. ففكرت بقى، وبعدين جه بقى وقت الثوره طبعا كلنا انشغلنا عن قصص الجرايد والكلام ده كله لغايه بقى ما توازنا تاني شويه، وبعدين نفكر فيها جديا. نطلعه ان شاء الله بعد رمضان. بعد رمضان. انتوا اخدتوا الاجراءات اللي هو الورق استوفينا يعني، استوفينا الورق ومنتظرين دلوقتي القرار من المجلس الاعلى للصحافه او من السلطه يعني. هل ممكن الجورنال يبقى يعني بديل مرضي لحضرتك عن التلفزيون؟ انا يعني حاليا الحقيقه مش متعلق نفسيا قوي بالتلفزيون لسبب ما يعني. شايف انه من غير جورنال، انا شايف انه المقال الاسبوعي بعمله في المصري يوم دلوقتي شايف انه مرضي يعني. يعني مش بشتكي يعني. استاذ حمدي، حضرتك مين من المرشحين اللي موجودين دلوقتي على الساحه لرئاسه الجمهوريه حضرتك شايف انه مناسب؟ مفيش حد. وبعدين اعتقد انه التفكير في هذا التفكير خاطئ في الوقت الحالي. واعتقد انه كل المرشحين بتوع حملات الرئاسه دي، ومش اعتقد انا قلت الكلام ده علني في الاحتفال الذكرى الثالثه بتاع 6 ابريل في نقابه الصحفيين، خطبت يوميها وناديت بانه توقف كل الحملات الرئاسيه بتعمل دلوقتي وانه الناس في عندنا هم قوي في البلد من حكايه المرشح الرئاسي. شيء مهم طبعا ان احنا ننتخب رئيس، بس مش الهام الحال يعني. ان احنا لسه قدامنا عده شهور وفي انتخابات الشعب، وفي قبلها بقى انتخابات شعب، وفي دستور، وفي مش عارف ايه يعني، في هموم تانية. والهم الاساسي الحقيقه توعيه الناس يعني. لو الناس كلها اللي بتشتغل في السياسه دي نزلت شويه الاقاليم، ما حصلتش نشاطها في القاهره، لان تقريبا كل النخبه بتشتغل في القاهره ما عدا حيث الاضواء يعني. فلو ركز الناس كلها المعنيين يعني بالشأن العام جهودهم شويه فديف، يمكن ده اهم من حاجات كتير يعني. او كانت الحمله الرئاسيه دي حمله توعيه بدل من انها حمله رئاسيه للدعوه لمرشح، كان يبقى اجدى بكتير. كمان لانه ما فيش، انا بالنسبه لي على الاقل ما فيش مرشح يعني استطيع ان اديله صوتي وانا يعني راضي تماما. وشايف انه لسه يعني وشايف انه مش ضروري الناس كلها تفكر في حكايه المرشح دلوقتي. اولا المساله مش حاسم يعني، مش قادمه سريعا، ولا اتفتحش باب الترشيح ولا اتفتح باب الحملات رسميا. انه هيبقى قدامنا لسه وقت لظهور مرشحين. وانا كنت بظن يعني من شهر، او كان البعض بيظنوا من شهر انه مفيش بقى مرشحين، الناس المعروفين خلاص اتعرفوا. لا، انا كان عندي ايمان بانه في ناس معروفين لسه هيتعرفوا، لسه هيطلعوا. وطلع فعلا منهم ابو الفتوح ومحمد سليم العوي على الاقل الاسم بيتردد، لسه ما اعلنناش قرار رسمي. فالمهم من هنا لوقت الانتخابات ممكن تظهر اسماء اخرى برضه. في اسماء حضرتك بتتوقعها، اسماء معينه يعني بتتوقعها؟ انا بتوقع ان الخريطه هتتغير. انا بتوقع ان البرادعي ما هيسحب ترشيح، مش عارف ليه يعني. مش لاني معترض على البرادعي، انا معترض على البرادعي طبعا يعني. انما حضرتك قلت ان خبرته غير كافيه ان هو يقدر يبقى رئيس لمصر يعني.
بما لا، انكم انا بقول يمكن يسحب ترشيح هيلاقي الحمله اكثر اجهادا مما يتحمل. اه. بتصور كده يعني. مم. انه هيجي وقت خصوصا ان هو يعني واجه برضو انتقادات كتيره قوي الفترات اللي فاتت يعني عموما، ممكن وتحارب وممكن يعني يظن ان دوره الاهم انه يظل كده الرمز زي ما كان بيقول هو نفسه غاندي، ومش كان دايما بيتمثل بغاندي وغيره يعني. قد يكون يعني اللي قصدي اقوله ان الايام هتكشف حاجات كتير. هو حضرتك انسحبت من الجمعيه الوطنيه للتغيير؟ لا، الجمعيه لا زال عضو فيها لسه اول امبارح. فاللي هيحصل في الايام اللي جايه دي، اولا كل المرشحين دول بدون شويه شعارات كلها قريبه من بعضها تقريبا زي الهتاف بتاع 25 يناير العداله الانسانيه. فهنشوف برامجهم اكثر تفصيلا، هنشوفهم هم او نعرف اذا كانوا قادرين على تنفيذ برامجهم دي ولا لا. الوقت هيكشف عيوب بعض المرشحين ومزاياهم.